صباح الخير يا حبايبي. ان شاء الله النهارده هعمل لكم القرنبيط المقرمش الجميل ده بطريقتي. يا رب يعجبكم كده. هي طريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد وقت كتير. هجيب قرنبيطه بالشكل ده كده اللي هي مقفله مع بعضها، مش اللي هي مورقه مفتحه. دي بتبقى بتفرط معاكي كتير وبتديكي طعم احلى. هبدأ أقطع القرنبيطة كده بالشكل ده. هقطع من عند العنقود اللي فوق كده الزهرات زهرة زهرة كده عشان ما تتفرفتش معاكي وتبقى متماسكة وكويسة. هبدأ أقشر الجلدة السميكة اللي على القرنبيط كده بالطريقة دي، وأقطعها نصين، اللي هي الزهرة الكبير هقطعها نصين. واجيب معايا بقى حلة مية فيها نصها مية كده، واحط شوية كمون وشوية ملح فقط، واحط معاهم زهرات القرنبيط. احطها كلها في الميه كده واسيبها بقى تغلي حوالي ربع ساعه على البوتاجاز. واول ما تستوي اجسها كده بالشوكه بالشكل ده كده. اول ما الشوكه تغرس فيها اعرف انها استوت. هخرج بقى القرنبيط كله من الميه. واهم حاجه ان انا هغسله تحت الحنفيه كده بالميه الساقعه عشان ما يتهريش معايا. هحضر بقى بولتين، بوله فيها كوبايه دقيق والبوله التانية فيها حوالي كوبايه دقيق برضو زي بعض. هبدأ أعمل البولة الأولى عجينة زي عاملة زي البشاميل كده. هنزل بشوية مية على الدقيق شوية بشوية لغاية ما أخليها عجينة سايلة، مش متماسكة قوي ومش سايلة قوي. وأقلبها كده لحد ما أوصل للقوام المطلوب اللي هو بالشكل ده كده، شكل زي ما قلتلك شكل البشاميل. بعد كده هروح بقى أروح البولة التانية. الأول أحط التوابل بتاعتي، أحط شوية كمون وشوية فلفل وشوية ملح، وهحط معلقتين نشا دي على كوباية دقيق. البولة التانية برضو هحط عليها معلقتين نشا بالطريقة دي، واحط لها برضو شوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح، ابهرها يعني كده واقلبها بالشكل ده كده. انا عامله كميه قليله اللي هي مش هقلي القرنبيط كله، فعامله عجينه قليله. لو انت هتعملي عجينه اكتر هتزودي مثلا كوبايتين دقيق، هتحط عليهم نص كوبايه نشا عشان يديك القرمشه المطلوبه. العجينه بقى اللي انا عاملاها هضيف لها بيضتين وهقلبهم فيها كويس. بعد كده هاخد القرنبيط بتاعي هقطعه بقى بالشكل ده زهرات صغيره عشان ما يتهريش منك وما يبقاش مكلكع في القلي يعني. بعد كده هنزل بيه في العجينة بتاعتي واقلبها فيه كويس، وهرش رشة خضرة معايا كده في العجينة. دي برضو حاجة تبع ذوقك انت، عايزاها مش عايزاها مش مشكلة. وفي برضو لو حابة تحطي فص توم، بس انا مش بحب التوم مع القرنبيط يعني. بعد كده هتنزلي بالقرنبيط في الدقيق الجاف كده بالنشا، وهقلبه فيه وانزل اعمل الكمية كلها الاول واركنها. وبعد كده انزل بقى احضر الزيت بتاعي بيغلي قوي وانزل بالقرنبيط ده في الزيت. هقليه بقى بالشكل ده كده. وبعد كده في طريقة تانية برضو، همسك القطعتين قرنبيط كده اقطعهم في بولة برضو، واضيف عليهم كبشة او كبشتين من اللي هو العجينة السايلة اللي عندي، واهرسها فيها قوي بالشكل ده كده. دي هعملها زي اقراص كده، زي اقراص البيض او اقراص الطعمية، بتبقى برضو مستحبة في الاكل قوي. هقلبها واهرسها كويس قوي بالشكل ده كده. وابدا برضو اقرصها زي ما قلت لك، اخد شويه كده احطهم في العجين في الدقيق الجاف برضو، وابدا ارش عليهم الدقيق كده، واخدها في ايدي بقى ابططها شويه. هي هتحسي انها سايبه في ايدك شويه، بس حاولي تبططيها وتركنيها في الطبق شويه كده لما تتماسك. هتعملي برضو الكميه اللي عندك، وبعد كده برضو هنقليها في الزيت. ده القرنبيط بتاعي بقى بعد ما قليته كده بالشكل ده، اللون الذهبي الجميل. وشوفي بقى بخبط عليه مقرمش ازاي، مش طري، بتاكليه بقى مقرمش كده وطعمه حلو قوي. هتخرجي الكميه اللي عندك، وبعد كده نزلت بقى بالاقراص اللي انا عملتها اهوت برضو بالشكل ده. وده شكل القرنبيط بعد ما خرجته معايا. بترشي بقى عليه رشة بقدونس برضو كده بيديله طعم حلو. وبعد كده هطلع بقى القرنبيط اللي هو اللي انا عامله اقراص بالشكل ده كده. شكله برضو جميل قوي وخفيف في الاكل، في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده، انت ورغبتك يعني. وده شكل الطبق النهائي معايا بعد ما خلص. وتاكلوه بقى بالهنا والشفا، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات رايكم فيه ايه. هتقدميه بقى طبعا مع طبق سلطه. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير يا حبايبي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع اكله هنيه.